ده الفول المدشوش اهو. انا نقعاه من امبارح في الميه، وبغير له الميه طبعا كل شويه لحد ما الميه بتاعته تبقى نضيفه كده. هنعملوها بقى بطريقه تانية خالص زي ما قلت لكم، في الخلاط، من غير بقى المفرمه الكهرباء او المفرمه اليدوي او اي مفرمه او كبه او اي حاجه. في الخلاط بتبقى اسهل جدا 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 بصراحه. اجي حطيت هنا كوبايه ميه او كوبايتين ميه، وحطيت شويه فول، وهنضربه بقى كده في الخلاط عادي. جبنا صفايه كده زي دي، وهنصفي بقى هنا كده اهو. الميه بتاعتها اللي هتنزل هناخدها تاني، مش هنرميها. وهنصفيها كده بايدينا. الميه بتاعتنا دي بقى زي ما اتفقنا كده مش هنرميها ولا حاجه. هناخدها تاني اهي كده. هو الفول كده اتضرب اهو، ودي الميه اللي فضلت احنا هناخدها وهنحطها في الخلاط تاني. يعني مش هنحط كل شويه ميه جديده، لا، هنحط تاني الميه بتاعتها اهي. بصوا شايفينها عامله ازاي، زي اللبن الحليب اهي. مش كل شويه نحط ميه، لا، هي كوبايه واحده. وهنجيب برضو شويه من الفول اهو. الطريقه دي على فكره اسهل جدا جدا. دي بصلايه كبيره كده وراس توم كبيره. الفلافل دي بتحب التوم، يعني روح التوم برضو دول هيتضربوا في الخلاط في الميه اللي قلت لكم عليها وهيتصفوا. ودي كمان خضرة كده، خضرة محشي يعني، كزبرة خضرة وبقدونس وشبت. المفروض كمان يكون فيه كرات، بس ما فيش كرات بصراحة هنا، فهي جبت دي كده بس. إيه، هنضربها برضو في الخلاط، وكل ده بكوباية مية واحدة اللي انا قلت لكم عليها في الاول. كله هيتضرب في الخلاط. دول اخر حبة فول كده انا ضربتهم بحبة خضرة، وهكمل بقى بقية الخضرة والبصل، وهنصفيها برضو وناخد ميتها. برضو هي المية اهي. هنحط فيها كده البصل والثوم، وهنحط كمان كده شوية خضرة، وهنضربها برضو في الشفشق بتاع الخلاط. خلاص دي كده اخر حاجة خلاص. دي كوباية المية اللي احنا عملنا بيها كل الشغل ده. خلاص بنصفيها بقى، وفي الاخر خلاص احنا بنرميها، دي ملهاش اي لازمة. وادي في الاخر اهي العجينة بتاعتنا. يا رب تكونوا شايفينها. انا اخر حاجة بصوا، يعني انا مش ضربها قوي علشان الورق بتاع الخضرة كده يبقى باين، يعني شايفين. وبصوا هشة وجميلة جدا. لو انت عايزة تقليها على كده قليها. بس طبعا انا هنحط لها بيكنج باودر علشان يعني يخليها خفيفة كده وهشة. وبلاش الكربوناتو دي، يعني البيكنج باودر بيبقى يعني احلى بصراحة يعني. انا حطيت هنا حته صغيره كده عشان نجربها مع بعض ونقلوها. بصوا انا حطيت شويه ملح وشويه ورشه بيكنج باودر ورشه كمون ورشه كزبره. انا ما حطيتش في العجينه نفسها شطه. ليه؟ لان انا هعملها حشوه عشان تبقى فلافليه محشيه زي ما بتشتريها من بره، في فلافل ساده وفي فلافل محشيه. الحشوه بتاعتها اللي من جوه دي بتبقى بقى بالبصل بقى والشطه والكمون والكزبره، بتبقى حلوه قوي. انا هعملها برضو دلوقتي مع بعض وهوريها لكم. اما العجينه التانية اللي احنا عملناها، اللي هي دي حطيت عليها بس ملح، مفيش غيره. ما نقدرش نحط عليها كزبره بقى ولا كمون ولا شطه ولا اي حاجه. ليه؟ لان لو حطيت الحاجات دي وهتحفظيها في الفريزر هتلاقيها تسود. الكمون والكزبره والحاجات دي بتخليها تسود وتغمق ويبقى شكلها وحش. احنا عايزينها تفضل زي ما هي خضره كده، بنحط لها ملح بس، وبنقلبوها بقى كده
بنقلبوها الكمية كلها، وبعد كده بتحفظيها في اكياس بلاستيك وبتشيليها، بتسحبي كده كيس كيس، وساعة ما تطلع من الفريزر تسيبيها تفك، وتحطي بقى عليها الحاجات بتاعتك اللي انت عايزاها، اللي هي التوابل، الكمون والشطة والكزبرة، وما تحطيش بقى ملح تاني بقى خلاص. دي كده بصلايه مبشوره وحبه زيت، وانا هنحمرها، واول بقى ما تتحمر معانا هقول لكم هنحط عليها ايه. دي البصله اتحمرت اهي، حط عليها بقى بق ميه صغير كده اهو، معلقتين عشان تطريها وتستوي في نفس الوقت. هنحط بقى عليها شويه كمون وكزبره وشطه زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنروح حاطينها هنا كده، وهنقلبوها بقى، هتبقى عجينه. نسيبوها على النار يعني دقيقتين 2 بس. هنقلبوا بقى الحته بتاعتنا اللي احنا هنعملها اهي عشان نجهزها كده، ونقلوها بقى كده مع بعض. جبنا بقى الطاسه دي كده الصغنونه دي على قدنا كده، وهنحط بقى فيها عليها شويه زيت كده. طبعا الفلافل دول انتوا عارفين ان هي بتتقلي بزيت غزير يعني. هنسيبه بقى يسخن شويه كده. هناخد بقى حته كده من الفلافل كده اهي، هناخد الحته دي كده وكاننا بالظبط كده يعني ايه، هنحشيها كانها دي يعني معموله ولا قرصه ولا اي حاجه اهو. وهناخد حته حشوه اهي، متبقاش كتير قوي علشان يعني دي حراقه جدا اهي. لو انت بقى عايزه تحطي فوق الوش مثلا سمسم، حبه البركه حطي، بس انا بصراحه ما بحبش الفلافل بتاعتي ابدا بسمسم، لان السمسم ده اصلا يعني انا مش بحبه بصراحه. بططيها بقى كويس كده، متخليهاش تخينه قوي. بسم الله. دي واحده كمان اهي. يعني بصوا بقى النهارده انا عامله لكم بقى ايه، يعني بتاع فول وفلافل النهارده، بس مفيش فول بقى. ادي التانية جنبها اهي. ودي التالتة اهي. يعني انا ما حبيتش ازعلكم النهارده، وهعمل لكم واحده يلا بالسمسم زي بعض اهي. حطيت عليها بقى برضو كده. بصوا شايفينها ان هي وهي بتتقلي مش غامقه ازاي، علشان انت لو كترتي الخضره قوي زياده عن اللزوم بصراحه هي بتغمقها بصراحه، فمش بتبقى حلوه يعني. كل حاجه بالمعقول بتبقى احلى. ودي فلافلايه بالسمسم اهي عشان تنبسطوا. وخلي بالكم برضو ما تكتروش البيكنج باودر او الكربوناتو، علشان لو حطيتيها في الزيت وكترتي تقولي عشان كل ما نكتر تبقى هشه وحلوه. لا طبعا لو كترتي، شوفي انا حطيت الفلافلايه اهي بصي ما نزلتش ولا اي حاجه، بصي زي الفل. إيه لو كترتي هتتفرفت منك وتتفك منك ومش هتعرق، خلاص هي باظت يعني كده. وما تخليش الزيت بتاعك يقدح جامد او تحرقيه يعني، عشان ما تبقاش من جوه من بره محروقه ومن جوه نيه. لا خليه كده ايه، طالما سخنتيه وطي عليه كده بقى، خليه على نار متوسطه علشان تطلع لك ايه رايقه كده وحلوه زي دي كده بتاعتنا دي كده اهي.
بتاعه السمسم دي بقى ايه، هتبقى مميزه. إيه، احفظيها بقى في اطباق زي دي كده. إيه زي ما انت شايفاها كده، تاخدي بقى منها. وفي كمان اطباق زي دي برضو على فكرة، بس يعني نصها كده بتبقى صغيرة، تاخديها على قدك على طول. دي ممكن تقسميها على اتنين، او لو انت افراد اسرتك يعني عندك كتير ما شاء الله شوية، طلعيها واعمليها على طول. وتحطي بقى عليها زي ما قلت لك كده الشطة والملح لا هي فيها ملح اوريدي، حطي بقى عليها شطة وكمون وكزبرة واعمليها. لكن لو حطينا الحاجات دي زي ما اتفقنا قبل كده، العجينه مش هتطلع منك خضره كده، هتسود منك جوه الفريزر. اما لو حطيتيها في الفريزر كده، والله لو حطيتيها سنه ولا بتسود ولا بيجرى لها اي حاجه. وبعد ما تحطيها في طبق زي ده كده، لازم تحفظيها كده في كيس من اكياس اللبن دي، بتحطيها كده جواها. انا هشيلها دلوقتي معاكم، بس انا عشان ماسكه التليفون بايد. هي بقت بالمنظر ده كده ومتغلفه جوه الكيس، مش هيجرى لها اي حاجه. ولو حاطه اي حاجه جوه الفريزر بتاعك مش هتلقط ريحه ولا هتطلع ريحه ولا اي حاجه. سويها كده هتبقى في منتهى الجمال، وحاجة انت عاملاها في بيتك ومضمونة، بدل بتاع الفلافل اللي كل شوية مش بيغير طبعا الزيت، اللي قليل قوي طبعا لما يجي بقى يغسل الطاسة بتاعته، والزيت بيبقى معمول فيه والله كتير قوي، يجي 20 مرة. فطبعا احنا لا، الزيت بتاعنا بنقلي بيه ونخلص بتاعتنا وخلاص، نخلص الكمية خلاص، بنرمي الزيت وخلاص. وزيت نضيف في البيت، وطاسة نضيفة، حاجة نضيفة، حاجتنا كلها نضيفة معمولة في البيت، متشتريش حاجة من بره. طالما انت بتعرفي اعملي كل حاجة في بيتك، وخليكي كده شطورة. الفلافل خلصت اهي، هنفطروا بيها بقى، اتفضلوا معانا. بصوا من جوه بقى، بصوا هشة وجميلة وشكلها حلو ازاي. بصوا اهي مفرغة حتى، كأنها هي كحكاية او قرصاية، مش فلفلية. يا رب بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك. اسيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.